رانا امام سد بوهمدان. هذا البراج خلق لولاية قالمة مناخ محلي جديد وزادها رطوبة. وأيضا قالمة ولاية محظوظة لأنها محاطة بأربع سدود من هذا النوع. هذا الشيء بالإضافة أيضا لقربها من البحر كما قلت لكم خلق لها مناخ جديد، وهو اللي خلى تنوع جديد أيضا في الغطاء النباتي وأيضا في الحيوانات والطيور. جبل طايا موجود هنا في بلدية بوهمدان، الارتفاع تاعو يوصل حوالي 1200 متر. في هذا الجبل نلقاو العديد من الأسرار، من بينها عين شويخة، منبع طبيعي يروي كل سكان البلدية. ونلقاو أيضا الولي الصالح، ضريح الولي الصالح بن سعدان. هذا الشخص اللي تنقل هنا المكان هذا منذ آلاف السنين، قرى ولاد المنطقة، علمهم، نورهم، وحكم بيناتهم بالعدل. وهذا الشيء اللي خلاهم حتى الآن يقيموا له وعدات ويحتفلوا بالذكرى تاعو. قالوا لنا سكان المنطقة باللي باش نوصلوا جبل طايا الطريق راهي صعيبة واعرة شوية، بصح لا احنا أصرينا باه نوصلوا لجبل طايا على جال باه نديوكم معنا تكتشفوا أسرار هذا المكان الرائع. والله كما قالوا لي ناس المنطقة صعبة بزاف باش نوصلوا هنا، صح والله ما ندمت، لأنها بلاصة ساهل الريسك. هذا منظر رائع، وتسمعوا في صوت الماء. رانا وصلنا لعين شويخة، هذا هو المنبع اللي قلت لكم يسقي بلدية بوهمدان.